إدارة الزمالك غريبة وجهاز فني غريب، لمّا دلوقتي في عِز المشاكل اللي في نادي الزمالك بسبب زيزو، دلوقتي مدخّلين لنا ناصر ماهر تحقيق وعاملين له كمان توصية بخصم 25% من عقده. طَب أنت بتعمل إيه؟ الراجل مش عارف يلعب على الطرف، لعيب بيلعب في نُص الملعب، وبيلعب في نُص الملعب حكاية في نُص الملعب، من ساعة ما لعب طرف والراجل ما بيأدّيش فعلًا. والله ناصر ماهر في كذا اتفرّج عليه المُطوشة اللي هي بيلعبها في نُص الملعب، واتفرّج على المُطوشة اللي لعب فيها طرف. ماتش الأهلي اللي لعبه في نُص الملعب أحمد حمدي، هو اللي باص الجون الأولاني للجزيري لمّا جابه في النادي الأهلي، وكان حكاية في نُص الملعب، أمّا في طرف مش عارف يلعب، تروح تعمل لي تحقيق معاه وخصم 25%. ده أنت جددت يا راجل لمحمود الونش، الراجل فاضل له إصابة ويمشي بالعكاز ودافع له 90.000.000 في ال3 مواسم. ليه يا عم الونش إيه؟ ده الونش خلاص فاضل له موسم، إصابة واحدة وكل سنة وأنت طيب. أنا باستغرب على نادي الزمالك ده، تحس الإدارة والجهاز الفني بيوقّعوا نادي الزمالك، مش في الناس مش من برّه ولا حاجة والكلام ده، اللي بيوقّع نادي الزمالك ده من